انا اكتر واحد في مصر وفي الوطن العربي ويمكن في العالم كله بدون مبالغة فخور بيك وسعيد بيك يا صلاح يا ابو مكة. تقول لي ليه يا عم كلنا فخورين بيه، ده فخر العرب كلهم؟ اقول لك لا، انا وضعي مختلف. انا طول عمري من عشاق الكرة الاوروبية، وطول عمري مدريدي متعصب ومعروف. كانت مشاكل الله بيني وبين زمايلي اللي بيشجعوا ريال مدريد او زمايلي اللي بيشجعوا برشلونة، لما كنت بروح على القهوة واخليهم يدوروا من على ماتشات ريال مدريد وبرشلونة ويجيبوا مباريات بازل ويجيبوا مباريات فيرونتينا في الدوري الايطالي ويتفرجوا على روما في الدوري الايطالي. وكان ليا الشرف ان انا اخدت معاه الصورة دي في يوم من الايام. كان ليا الشرف ان انا اخدت الصورة دي معاه في يوم من الايام وقت ما كان في روما، وقلت له انا شايفك الافضل وهتكون الافضل. وفعلا هو في وجهة نظري انا الشخصية بقاله 6 7 سنين هو الافضل على مستوى العالم. استمرارية يا جدع لك ان تتخيل. الدوري الانجليزي انا من وجهة نظري بقى دوري مو صلاح. دوري مو صلاح حرفيا. هداف واحسن لاعب، هداف هداف واحسن لاعب، هداف. الناس لما جه ايرلينج هالاند وكسر الدنيا الموسم اللي فات وكان مكسر الدنيا في بداية الموسم ده، قالوا خلاص صلاح ما عادش هيظهر على الخريطة. الهداف واحسن لاعب واحسن لاعب من هيئة الكتاب مسيطر على الدوري الانجليزي. دوري مو صلاح. ربنا يحميك يا ابني ويزيدك ويبارك لك، لان كرم ربنا عليك ده اكيد مش من فراغ. ربنا يحميك ويبارك لك.